عمرك سألت نفسك ليه في ناس كلامها بيمشي بالهمس وانت مهما عملت وضحيت بتتحط في خانة الاحتياطي؟ تخيل كده، صاحبك كلمك وقالك محتاجك جدا، قمت انت لغيت يومك وجيت على تعبك ونزلت له، قعدته وهو طول الوقت عينه في موبايله بيكلم ناس تانية وبيضحك، وانت كأنك كرسي زيادة على القهوة، وفي الآخر طلب منك توصله مشوار بعيد ووافقت، ولما نزل حتى ما قالكش شكرا. بتسأل نفسك طيب ليه؟ ايه اللي انا عملته؟ عارف ليه ده بيحصل؟ علشان بتعمل الثلاث حاجات دي وبطل تعملهم من اللحظة دي. أول حاجة، بطل تكون متاح زيادة عن اللزوم. عارف ايه المشكلة؟ انك فاهم ان الجدعنة هي انك تكون متاح 24 ساعة للجميع، اللي يكلمك في اي وقت ترد، واللي يطلبك في اي مشوار تروح حتى لو على حساب نومك او شغلك. انت فاكر انك كده بتكبر في نظرهم، بس الحقيقة انك بتقلل قيمتك ومش بتعمل حساب لنفسك. في القاعدة النفسية، الحاجة اللي موجودة كتير قيمتها بتقل. المية رغم إنها سر الحياة، بس عشان موجودة في كل حتة ما بنعملهاش أي حساب غير لما تقطع. بالظبط، أنت عملت في نفسك كده، بقيت مضمون. ربنا سبحانه وتعالى استأمنك على عمرك ووقتك، وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيقول: إني لأكره أن أرى أحدكم فارغا سبهللا، لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة، يعني ضايع ومتاح وما بيعملش حاجة لنفسه. الشخص التقيل هو اللي وقته له تمن، اللي بيعرف يقول لأ لما يكون مشغول. لما بتبطل تكون متاح عمال على بطال، الناس بتبدأ تعمل حساب لظروفك، وبتبدأ تحترم اللحظة اللي بتقرر فيها تظهر وتكون معاهم. تاني حاجة، بطل تبرر وتعتذر على حاجات من حقك. تاني حركة بتخليك خفيف في عيون اللي قدامك هي إنك أول ما ترفض طلب أو تعتذر عن خروجه تبدأ تألف قصص وتحلف 100 يمين وتعتذر 100 مرة وكأنك عامل جريمة. ليه بنعمل كده؟ عشان خايفين من الزعل، بس الحقيقة إن كتر التبرير بيوصل رسالة إن شخصيتك مهزوزة. الشخص الناضج كلمته واحدة وصادقة: لو مش قادر قول بعتذر، ظروفي مش سامحة المرة دي، نقطة ومن أول السطر. عزة المؤمن اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، بتعلمنا إننا منزلش نفسنا للخلق عشان رضاهم. الصدق والوضوح هم اللي بيخلقوا الهيبة. لما بتبطل تبرر بزيادة، الناس بتفهم إن كلمتك مش مهزوزة، وإن قرارك نابع من قوتك مش من خوفك من زعلهم. تالت حاجة يا صديقي، بطل تدور على التقدير. أخطر حاجة بتخلي شكلك صغير في عين الناس هي إنك تعمل الحاجة وتفضل مستني اللايك أو كلمة المدح. لما بتجري ورا التقدير، الناس بتحس بده، وممكن ناس يستغلوه ضدك. المؤمن الناضج بجد هو اللي بيعمل الصح عشان هو صح وعشان يرضي ربنا، مش عشان مستني شكر من حد. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. أول ما تبطل تستنى الشكر من حد، هتلاقي التقدير جالك لغاية عندك. الناس بتنجذب للشخص الشبعان بنفسه، اللي مش محتاج حد يكمله عشان يحس إنه موجود. وفي النهاية يا صديقي، التقل مش إنك تكشر في وش الناس أو تتكبر عليهم. التقل هو إنك تعرف قيمة نفسك اللي ربنا كرمها. بطل تكون متاح بزيادة، بطل تبرر قراراتك، وبطل تستنى شكر من حد. ابدأ من النهاردة ارسم حدودك، وخلي حضورك له هيبة وغيابك له قيمة. صدقني، نظرة الناس ليك هتتغير 180 درجة، وهيبدأوا يشوفوك بالحجم اللي انت فعلا تستاهله. لو وصلت لغاية هنا، فأنت غالبا قررت إنك تبدأ صفحة جديدة مع نفسك. اكتب لي في التعليقات كلمة عزيز النفس لو ناوي من النهاردة تتغير وتعرف قيمتك بجد، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تشوف كل جديد.